نفسي اتعرف عليكم في ظروف احسن من كده. اعرفكم بنفسي، انا من مصر، ناجي عطله، دبلوماسي سابق. دبلوماسي؟ شو عم بيعملوا الدبلوماسية بهيك منطقة؟ الدبلوماسية مكانهم المكاتب، اوتيلات، السيارات الفخمة. والله مش كلهم يا. هو اسمك كريم ايه؟ أنا بسام الزيتوني من الشام، والشباب هون ناصر وسلمان ولاده للمرحوم. الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه. بس اسمه ايه؟ ناصر. بس يا ناصر ما تعملش في نفسك كده. اجمد امال يا اسمه ايه؟ سلمان. اجمد يا سلمان، اجمد. هو دلوقتي عند اللي احسن مني ومنك. والاخوه من الشام برضه. ايه والله يا استاذ من الشام. ما هو مصر والشام ايه؟ ما هو واحد. مصر ام الدنيا. ما قلت لي استاذ ناجي، انت شو عم تساوي هون بالمنطقة؟ احنا كنا عند ناس حبايبنا في جنوب لبنان، وبعدين حصلت حكايه الوفاه دي. بنت صغيره عندها 25 سنه، اهلها اصروا انها تدفن في الشام، فاضطريت ان انا استنى معاها. والشباب اللي كانوا معك يعني اهلها؟ دول اهلها، دول اخواتها على اولاد عمامها، اصلهم عيله تخينه. نعم. عيله كبيره يعني. ايوه، على راسي. والله فرصة سعيدة تعرفنا عليك يا سيد ناجي. الله يخليك، والله المرحوم كان راجل طيب، مات موتة كريمة، مات في العشر الأواخر من رمضان. أنا مش عايزكم تزعلوا عليه، بالعكس أنتوا تفرحوا له. شرف سيدو. الله. تعجبك؟ عظيمة. خلص خليها معك. الله يخليك يا سلمان. بسام. والله الراجل طيب، المرحوم راجل طيب. أنا مش من الصبح بقول لكم ليلته ليلة حلوة. شباب لا تاكلوا هم، ابوكم الله يرحمه رجال طيب، انتوا اطلبوا له الرحمه وباذن الله ربنا بيرحمه. هو المرحوم مات كم سنة؟ 95. كم؟ 95. اتخطف، الله يرحمه. اي والله. كان متجوز؟ طيب شو متجوز؟ عامل لك هدول اولاده كل واحد قد الشنتير. قد ايه؟ الشنتير. قد الشنتير. ايه؟ قد الشنتير. معلش الواحد مخه مسلوق. أبي يا أستاذ كان متجوز 19 مرة وعنده 35 ولد وبنت. 35 شنتير. شنتير. الله يرحمه. كان يرتكي على الحيط يقلبه. مين؟ يرتكي على الحيط يقلبه. يرتكن على الحيط يقلبه. ما شاء الله. والنبي ما تر عليه لحسن يصحى تاني. انا ايه اللي ركبني معاكم الليله دي؟ شبنا استاذ ناجي شو يصير؟ الدواليب العجلات. العجلات صحيح. عجلات ايه؟ لك السيارة اللي انقطعت بالطريق وتركنا الشباب عندها، السيارة المقطوعة. ايوه الله يخليك، الله يكرمك، وحياتك كل ما انسى ابقى فكرني. على راسي. الله. يا سلام، ايه الجمال ده؟ وحياتك علي الكسر شويه. على راسي. قد ايه صوتها حلو، الواحد بيسمعها كأنه عامل دماغ رباني. اي والله يا استاذ ناجي، انا كمان بموت عليها للشحرورة. شحرورة مين؟ دي فيروز. ايه ما استطلت ولا دخلت الامور على بعضها. ايه بسمع هيك انا بموت عليها للشحرورة. انت قلت لي والدك اتجوز كم مرة؟ 19 مرة. ما اتجوزش صباح منهم؟ الله عليك يا استاذ ناجي، علي الحلال انتوا المصريين دمكم خفيف خفيف، لك افلامكم بتجنن. عندي ولادي الله يخلي لك ولادك، صبيين وبنت بيموتوا على افلام اسماعيل ياسين. ما هو مزراحي برضه كان بيحب اسماعيل ياسين. مزراحي؟ مين مزراحي؟ شو هذا مزراحي؟ مين قال مزراحي؟ انت قلت مزراحي هلا. يا راجل مزراحي ايه ده؟ انا كنت في البتاع عشان هناك الأخوة المستمعون، مزراحي. السلام عليكم في كل مكان.
إليكم نشرة الأخبار من إذاعة جنوب لبنان. غدا في 8 صباحا ستتم عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين 8 للقوات الإسرائيلية، كما سيتم في الوقت ذاته استقبال 500 أسير كانوا معتقلين في السجون الإسرائيلية. هذا وستتم عملية التبادل تحت إشراف قوات الطوارئ الدولية وبإشراف ألماني. الأخوة المستمعون، لقد أعلنت دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدا سيكون هو أول أيام عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. مساء طيبين يا جماعه. انت طيب، طيبين. كل سنة وانت طيبة حسين. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. وانت طيبة. وانت طيبه. عارف يا ابراهيم، انا كان نفسي قوي اقضي اول يوم العيد ده مع ماما. معلش يا حبيبي. يا ابني مصر لسه صايمة، هتفطر بعد بكرة. ايه يا شيخ حسن، انت مش فرحان ان العيد بكره ولا ايه؟ افرح كيف يا ابراهيم؟ ها؟ وافرح بانه عيد. اذا كانت ليبيا فطرت النهارده، والسعوديه ودول الخليج ولبنان يفطروا بكره، ومصر تعيد وتفطر بعد بكره، يبقى قول لي مين كل سنه وانت طيب؟ بقول لك ايه يا شيخ حسن، احنا فين يا عم الحاج؟ احنا في لبنان، والعيد حل علينا في لبنان، هتصومنا في العيد كمان؟ وانت كنت صايم تمام ومية مية 30 يوم في الشهر. بقول لك ايه يا شيخ حسن، فكها بقى، ده العيد في سوريا هيبقى تحفه. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. طيب. مش بقول لك ابوك راجل مبروك، هيعيد في احلى حته. حلق الله يخلينا اياك يا عمي ناجي، علي الحلال انبسطنا فيه خيرات الله من اول ما شفناك ونحن مبسوطين. هونت علينا الطريق، قلي لشوف قديش قاعد بالشام مشان دوقك الاكلات الشاميه. ده هي ليله واحده وهنرجع على مصر. والله ما بيصير، شو هالحكي ها؟ تجي على الشام وما نقوم بالواجب يا عيب الشو. طول عمرك اهل كرم يا سبان. بسام يا اخي. ايوه. ما قلت لي وين نازلين بالشام؟ في اوتيل على الجبل، هي ليله واحده وراجعين على مصر على طول، ما تتعبش نفسك. لك شو تتعب نفسك ما تتعب نفسك؟ اعوذ بالله، ما بتطلع من الشام الا وبايدك علبه برازق ومعمول بعجوه مشان تاكلهم هنيك وتتذكرني وتقول وينك يا بسام. ربنا يخليك. فاضل كتير على نقطه التفتيش. لا شغلة 10 دقايق رح نوصل. شو بدي اقول لك عمي ناجي، بدك ما تواخذني، صار لي 29 يوم حارم نفسي. بتسمح لنا ناخذ قرفه؟ الله، تاخذ لك قرفه؟ لا ماليش فيه، اشرب انت وانبسط. شباب قولوا الله. الله.
خير يا شباب، قلقتون عليكم. يا ابو عبد الله انت فين؟ العجل فرقع مننا وناجي بيه راح عشان يغيره. راح لوين راح؟ عربية يا ابو عبد الله، عربية كانت معدية في الطريق، شاورنا لهم ووقفوا لنا. عربيه؟ شو شكلها العربيه؟ عربية تكريم إنسان، كان فيها مرحوم ورايحين يدفنوه على الشام. ايوه الامور هيدي بتحصل دايما عنا. على كل حال نحن رح نبقى معكم لحتى نطمن انكم وصلتوا بالسلام. ربنا ما يحرمنا منك يا ابو عبد الله يا رب. شو بقول الاخ زاهر؟ لا اصله كان حلم كده ولما شافكوا افتكر انه بيتحقق. ما تحملوا هم، انتوا هون بامان وبحمايتنا. الراجل ده كده رجولة على حق. قد ايه صار له نجي باك ماشي؟ بقاله بتاع ساعة تقريبا. ما بقى الا يوصل. ما انا معايا واحده اهي، انت عايز تعميني ولا ايه؟ اشرب استاذ ناجي، اشرب، مو مستاهله. بسوق هشرب سيجارتين. بزماناته في واحد محشش لقوه قاعد عم يشرب سيجارتين، وحده بليد وحده بليد. لك قالوا له لك شو انت مجنون؟ حدا بيشرب سيجارتين؟ قال لهم والله هي وحده عني ووحده عن رفيقي اللي بالسجن. بعد مده لقوه قاعد عم يشرب من سيجاره وحده بس. قالوا له شو القصه؟ شو طلع رفيقك من السجن؟ قال له لا والله انا بطلت. يخرب بيتك، ده انت مسخره. اي والله. اخ يا استاذ ناجي، حلوه الدنيا، حلوه كثير، ما بيعكر صفوه الا النسوان. شكلك كده متعقد من النسوان، باين عليك واخد بومبا. استاذ ناجي، تخيل الدنيا من غير نسوان. الشوارع فاضيه، المحلات رايقه، تليفونات تقلق راسك ما في. انا متاكد انه شركات الاتصال كلها رح تسكر. رح حتى الصيدليات ببطلوا يبيعوا ادويه ضغط او حب هذا مشان السكر. والرجال كلهم بيدخلوا على الجنه. اسمع هي اسمع. قال بزمانه واحد محشش راح يخطب وحده، قام قال له ابوها بدي مهرها 500,000. قام قال له المحشش شو هالحكي؟ ليش قديش حسبت لي الليله؟ انت مصيبه. يا علينا، هذا الضابط كثير غليظ، هلا رح يوقفنا شي ساعة. هوياتكم لو سمحتوا. يا على راسي. شرف تاج راسي، شرف. تفضل. من وين جايين؟ من الجنوب، تفضل. الاستاذ معكم؟ انا معاهم الله يخليك سيدنا، بدنا نوصل على الشام بسرعة، في معنا جثة ولازم نلحق إجراءات الدفن. وانا راجع تاني على طول. ليه؟ عربيتي عطلت على الطريق وجاي اصلح الكاوتش بتاعها. وين تصريح الدفن؟ الباقي بحياتكم. حياتك الباقي سيدنا. عمال معروف افتح النعش، بدي اترحم على المرحوم. شو نفتح النعش يا سيدنا؟ الاموات اللي انحرمتهم ما بصير يا سيدي. اسمع الكلمة وما تجادل، هي اجراءات امنية. افتح يا ناصر، خلصونا في الليله اللي مش عايزه تعدي دي. خليك محضر خير يا استاذ ناجي، بوس ايدك يا سيادة الضابط، يعني هذا ابي ميت ورايحين ندفنه، شلون بدنا نفتح النعش؟ حرمة ميت هي يا سيدي، الله يرحم امواتك. قلت لك افتح النعش، اوام؟ خلاص يا اخوانا بقى، ما تكبروش الموضوع.